في عام 1899 العالم بيتغير بشكل غامض ومش مفهوم في وباء غريب ومدمر، ولكن دي مش مجرد قصة، دي دريمز. في اللعبة دي انت وفريقك لازم تزور قطر مسافة 80,000 متر في صحراء مليانة زومبي ومصاصين بسايم مستذئبين عشان توصلوا للملجأ الوحيد وهو المكسيك، تلاقوا العلاج اللي ممكن ينقذ البشرية منك انت ايها المشاهد. لعبة من تطوير RCM Games من مطور ريكو ميلر اللي قبل كده عمل ماب رعب ناجحة زي The Night Shift Experience. دي دريمز نزلت في يناير 2025 ومن وقتها وهي مكسرة الدنيا في بلوكس ومكسرك انت حرفيا. اللعبة بتعتمد على البقاء على قيد الحياة والتعاون بين اللاعبين، وكل لاعب بيختار فيها زي الطبيب المدرب او البسايم، وفئات لا تنتهي، وكل فئة ليها قدرات خاصة. ما عدا قدرة البسايم عندها قدرات مهمة، وهتحتاجوا تجمعوا فحم كل اصحابكم لانشغال القطر وحاجات تانية زي ذخيرة وادوية واسلحة وبسايم وهكذا، وتواجهوا الاعداء زي الزومبي ومصاصين البسايم وانواع كتير، وبيزيدوا خطورة بالليل وبالذات البسايم. هتقابلوا انواع مختلفة من الاعداء من حيث لا تحتسب زي الزومبي في كل مكان، مصاصين الدماء بيظهروا في ليل الجنوبي، المستذئبين بيظهروا في كمية القمر، الكابتن بيسك زعيم الزومبي لو قتلته هتاخد مكافأة كبيرة جدا. طبعا متنساش البس، كمان في حيوانات زي الأحصنة اللي تقدر تسوقها واليونيكورن كمان، لو لقيته في المباني المهجورة ممكن تبيعه ب $250 في محطات التجارة. دي دريمز مش بس لعبة، دي تجربة بقاء وسط عالم مليان رعب، ولكن هل هتقدر توصل للمكسيك وتنقذ البشرية من البسايم ولا هتكون مجرد ضحية تانية في طريق الموت؟ وفي ناس بتقول ان في رسائل مخفيه في اللعبه، زي مثلا ان في رموز غريبه بتظهر في اماكن مش منطقيه، مثلا زي المباني المهجوره والكهوف وكمان القطر. يعني ايوه حرفيا القطر الكحيان انت بتجري بيه ده هو بيظهر من الاصوات، وانا شك الصراحه انها ممكن تكون شفره موريس او شفرات تانية او حاجات غريبه يعني، او ممكن تكون دي اخطاء برمجيه مثلا او حاجه زي كده. وفي بعض المحطات في رموز بتظهر على الجدران، وفي اصوات غريبه بتتسمع لما تقرب من اماكن معينه زي الكهوف مثلا. وفي برضه ناس حاولت تفك الشفرات دي لكن لحد دلوقتي مفيش تفسير واضح ليها ومحدش قدر يفك الشفرات. بعض اللاعبين بدأوا يشكوا في نوايا المطورين واستخدامهم ليها، وقالوا ان اللعبة ممكن تكون بتخفي رسائل معينة او بتحاول توصل افكار غريبة وانت اكيد فاهم قصدي يعني. في كمان ناس بتقول ان في تحديثات بتحصل من غير اعلان او من غير شكل مباشر وبيظهر فيها محتوى غريب زي الرسائل المخفية والاصوات الغريبة والشفرات. دي دريمز مش بس لعبة، دي تجربة غامضة ومليانة اسرار واجواء مرعبة، ولكن هل انت مستعد تكتشف الحقيقة ورا القطر الملعون؟ طيب يا شباب كده يكون خلص الفيديو. بشكرك انت عزيزي المشاهد على اللايك والاشتراك، بجد انت ما تعرفش انا تعبت على الفيديو ده قد ايه عشان العسل زيك يشوف. ولو عجبتك المغامره دي استنى اللي جاي احلى واغمض، وبلاش حد براس مربع يجي في التعليقات يقول كلام مش كويس لان اصلا مجربش الماب. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتدعي لاخواتنا اللهم انصر اخواتنا في فلسطين. وبس، سلام.